أنا اليوم ندائي إلى السيد رئيس الجمهورية، يا سيدي الرئيس من فضلك أوقف المهزلة، لأن كرة القدم والرياضة الجزائرية في خطر بمثل هذه التصرفات. ورانا نشوفوا الناس اللي يحبوا الخير وكذا، رانا محقورين بالبزاف، ولهذا نوكلوا الله. هذا واش نقولوا احنا. المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا لتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. اليوم البطاقة الحمراء تشهر لمسؤولينا، وعلى الدولة الجزائرية أن تتدخل لوقف المهزلة، لأن الذي حدث أمس ستشاهدونه في هذه البطاقة الحمراء شيء مخزي. وصراحة أنا وليت أستحي، الكثير من الاتصالات وصلتني من بلدان عربية، من زملاء من رجال إعلام في بلدان عربية لم يصدقوا، تصوروا لم يصدقوا، قالوا لي أشكو صح هذه المباراة في البطولة الجزائرية في القسم الثالث. أنا استحيت كيف أرد على هذا الأمر. كنت أتمنى أن أقول لا، لكنني لا أستطيع الكذب. لكن هذه الصور التي تشاهدون حدثت في لقاء في القسم الثالث. مناصر يسجل هدف، مناصر دخل إلى أرضية الميدان أمام الحكم الذي بقي شاهد ما شافش حاجة، وهو ربما معذور مسكين الله غالب، لأنه قال لهم أو قالها رئيس نادي زيغوت يوسف، قال لهم هذا دخل سيبورتور، لا هذا وحده في البوطو عليه، لا دخل سجل الهدف. الحكم قال لهم أنا عندي وليدات في الدار ما عنديش فئران، قال لهم عندي أولاد نخاف عليهم، قال لهم سي بور سا أكورديت البيت. ولكن الذي حدث يعني لم أكن أتصور أن أصل يوم في هذا البلاطو وأعلق على أمر مثل هذا صراحة، لأنه الهدف يسجل بهذه الطريقة، بعدها الاعتداءات على الحارس في شهر رمضان بهذه الطريقة. شوف هذا كيفاش عفصلوه على راسه، علاش يعني حرام الشيء هذا اللي راه يحدث. شوف يعني صراحة اعتداءات على الحكم، دخول واجتياح أرضية الميدان، قال لك للاحتفال. الاحتفال بواش؟ هل فزنا بكأس العالم؟ يعني اعتداءات على اللاعبين تاع الفريق المنافس، أطفال صغار نوريو لهم هذه الصورة، واحدة وداخل بالقميص، يعني وعلاش هذا الشيء على مباراة في كرة القدم في القسم الثالث من أجل تحقيق البقاء. كنا قد دقينا ناقوس الخطر منذ حوالي 4 أشهر، قلنا حذاري ثم حذاري، راكو راح نديروا مجزرة والأمور راهي تزيد شيئا فشيئا، ولا أحد تحرك. والمسؤولين على كرة القدم الجزائرية من المفروض بعد الصور اللي شاهدناها الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع من المفروض واحد على الأقل واحد فيهم يحط الاستقالة، يعني ولا واحد تمكن من وضع الاستقالة. على الأقل شفنا ما حدث في لقاء المشرية، المشرية الأسبوع الماضي، مشرية مع مستغانم، ولا رد من السيد علي مالك رئيس القسم الثاني هواة، ما كاش حتى بيان شجب واعتذار ولا بيان، يعني ما فهمتش، بدون تعليق. السيد علي مالك اللي قال الناس لازم تجي لعندي، اللي عندهم الحلول يجوا يحكموا لهنا، ما دارش حتى بيان. أنا اليوم ندائي إلى السيد رئيس الجمهورية، يا سيدي الرئيس من فضلك أوقف المهزلة، لأن كرة القدم والرياضة الجزائرية في خطر بمثل هذه التصرفات. المسؤولين اللي راهم على رأس كرة القدم الجزائرية راهم ما همش أهل لتقلد هذه المسؤولية. رئيس الجمهورية مع صحفي في حوار الأخير مع وسائل الإعلام قالوا إلا ما قنعتكش قول لي نعاود. رئيس الجمهورية يقول الصحفي إلا ما قنعتكش نعاود. احنا هذو ما قنعوناش يا سيدي الرئيس، لا رئيس الاتحادية ولا رئيس رابطة الهواة القسم الثاني هواة، ما درناش حتى بيان باش يشجب ويندد بما حدث، ولا خرجة إعلامية سيدي روح لكاش وسيلة إعلامية عندنا ولا عند زملائنا قال لي صرا سيقرا في الأسبوع الماضي صرات أمور في مشرية، هذا الأسبوع القسم الثالث أنا نشوفه. وأنا هنا مانيش حاب نجوز لي دو بارتي، عندنا لي دو بارتي وسمعناهم جازوا في الهداف، كل من رئيس بني ولبان ورئيس فريق زيغوت يوسف، ولكن الأمر يتجاوز مقابلة تاع بقاء، الأمر أصبح أكثر من هذا، الأمور وصلت حد لا يطاق يا جماعة. هل سنبقى بهذه الطريقة نسير كرة القدم الجزائرية؟ محمد قاسي سعيد. والله يا رضوان ولا تسمح لي نزيد نخدم بالبطاقة الثالثة التالية تتعلق بصور أخرى في لقاء قليعة ودفضة أيضا. شاهدوا هذه الصور ونختم هنا باسكو عييت من صور العنف في شهر رمضان المعظم. شاهدوا مثل هذه الصور. نعم كاينه واحده اخرى. انا دائما تحبيش لانه فيها اكو في لاباج تاع الهداف. احنا في الحصه ما حبيتش نزيد نكثر. هنا دائما رابطه تاع تيبازا. نعم شيء مؤسف في شهر رمضان نشوفوا صور مثل هذه. وين انا رايحين بهذه الطريقه؟ لو يتوفى واحد ومن بعد واش نقولوا؟ وهذا رؤساء النوادي ايضا تتحملوا المسؤوليه عند الله، لانكم راكم تبعتوا اولاد الناس للوفاه للموت،
تبعتوهم للبونجي، لو كان واحد فيهم يموت كيفاش تروح تقول للوالدين تاعو هذو لاعب تاع كرة القدم اعزل جاي يلعب كرة قدم فقط من اجل الفرجة، يشوفوا صور مثل هذه ولا احد يتحرك. لو كان فيه من المفروض قرارات رادعة نوقفوا البطولة تماما، لأنه هذه ماهيش بطولة، هذه بطولة تاع الدرب وبطولة اللي فيها مناصر يدخل يسجل هدف، ما بقاتش فيها فوتبول. محمد والله شوف نولي المباراة تاع بني ولبان وزيغوت يوسف بالنسبة لي عادي يا رضوان. عادي انت وليتي كيما بن شيخ عادي. ماشي نقول لك على عادي. كيفاش عادي عمرها ما صرات. لا ما يدخلش مناصر تبعني مليح. الموسم اللي فات واش شفنا مناصر طفل صغير جا خرج هدف، تتذكر ولا ما تذكرش؟ ما خلاش الهدف يتسجل، واليوم هذا دغيا باش يسجل هدف. يعني هذه المهزلات هذو مردوان راهي عندها تقريبا سنوات وسنوات وسنوات، ولكن واحد ما حب يتكلم، واحد ما حب يهضر. يعني خليها تمشي هكذاك. الفوضى راهي عارمه في الكره الجزائريه من القسم الاول حتى الاقسام الدنيا كلهم كاين فوضى. المقابله الثانيه شفنا شجار ما بين اللاعبين ما بين لي سيبورتير عادي دائما عادي. واش لا يقدر عباك الله ربي كيفاش حتى يروح للدار يقدر يدير رابور ديالو. اسمع يا سيدي معليش تقدر زعما نقولوا تخاف تقدر تموت في التيران نورمال في الجزائر ما كومبليمون دي رابور. بصح كي تروح للدار تقدر دير رابور ديالك. خلينا ما سمعناش علي بن شيخ راهو مستاء الى درجه لا يمكن ان نتصورها. جامي شتك ديغوتي كيما راك ديغوتي بعد هذه الصور. سوي ديغوتي وما عندي واش نزيد على واش تهضر قاعدتك. انا نقول لك حاجه برك، سي ليشيك توتال سور لا بوليتيك دي سبورتيف، سي ان ايشيك توتال. ورانا نشوفوا الناس اللي يحبوا الخير وكذا رانا محقورين بالبزاف، ولهذا نوكلوا الله. هذا واش نقولوا حنايا. لا باسكو الحاجه اللي حبيت ناكد عليها امين ومحمد قاسي سعيد مشاهدينا الكرام، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الدور تاعها رقم واحد هو تطوير الرياضة أو كرة القدم تاع الهواة. باسكو كرة القدم تاع الهواة أماتور، الفوتبول أماتور هو الفيفي تاع الفوتبول تاع أي بلاد. إلى الفوتبول أماتور شفنا الماتش هذاك العام الجاي يدخل نهار الخميس جوزف بالمكشوف وشنو هذا، ومن بعد تشوف سيبورتور مناصر يسجل هدف، ومن بعد تشوف باغار كيما شفناها بين الماتش تاع قليعة. وهذا شفت الماتش هذا رضوان، شفت لي سيبورتور من الفوق كيفاش بداو يروحوا للكارديان كامل تصاور وفي البوساط. لا وري بس وري خلاص انا باسكو عباك علاش؟ باسكو الناس عم بالهم حنايا اروح يا خويا اروح كون عندك جرأة وروح هذا. انا سمعت قالوا باللي كرة القدم الجزائرية راهي مليحة، عندها واحد الدولة 3 موا في ندوة صحفية قالت تأهلوا 3 أندية جزائرية راهي كلش لاباس. لا بصح توافقني محمد انه لو فيفي تاع الفوتبول سي الفوتبول اماتور الهواة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اللي ما تقدرش تحمي الكرة الهاوية في البلاد ومن بعد تحكي لي على البروفيسيوناليزم وعلى المنتخب الوطني. خويا هذا ماشي هو الدور تاعك. الدور تاعك هو تطوير كرة القدم، سي لو ديفلوبمون دي فوتبول. الديفلوبمون دي فوتبول يبدا بالهواة. اليوم رئيس الجمهورية في اجتماعه اليوم دار 12000 مدرس يدرس الرياضة المدرسية. سي اون بروميير. قال لك لازم نعاودوا نحيوا الرياضة المدرسية. صح يا اخي، منا نحوسوا نحيوا الرياضة المدرسية ومنا اخرى من جهة اخرى نشوفوا صور كيما هذه. قلت لك انا استحيت من لي زابيل اللي يلحقوني من خارج الوطن. حنا هنا بيناتنا زيدنا في دقيقنا معليش، بصح خارج الوطن يقول لك اسكو صح عم بالهم سيت ماتش ديكزي ماتش هكذا بين زوج فرق. حنا في الحوكي تلعب في دور ما بين الاحياء ما يدخلش مناصر يسجل هدف. ما انت كي تشوف لاشان جاست بيان بيان جاست بيان اورغانيزاسيون كلش على احسن ما يرام. لي تيران شابين كدا. بون الجمهور كان تابر الحديث هذيك تاع ماجر هذيك كان الجمهور بيان يدخل للستادي سيبورتي كدا منا. انت كي تشوف تقول رانا فوسمو ما باينش من بلاد. بصح الواقع ها الواقع صح ها الواقع تاعنا ها هذه كرة القدم. ها وليك هذه كرة القدم الجزائرية هذه الجزائرية. خلينا ما نطولوش في هذا الامر لانه يوجع القلب، واعتقد بانه تكلمنا كل شيء. علي بن شيخ ما حبش يزيد يضيف حتى شيء، قال لك خلاص ما عندنا ما عندك حتى نداء للسلطات. ما زيدش ندير نداء للسلطات، ما زيدش ندير عييت تعبت. رانا محقورين بالبزاف. حنا الناس تاع كرة القدم محبين لهذه البلاد، واش درنا كاع وما كاين والو. ما زيدش ندير نداء انا. وانتم راكم وريتوا هذيك اللي تاع البيت وكذا. انا نقول لك ما شفت والو. انتم كانوا دخلوا السبورتور فرحانين يديفيليو يغنيو فرحان. هكذا نوليو هكذا نهضروا هكذا يا وخلاص. خليها وين راحت خلاص خليها. سي ما بلو ريان نادير. خليني حبابك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.